يا جماعة هناك أمر مهم جدا، انتبهوا علشان ما يعني يصير في أذية إلكم أو لحتى لأطفالكم. وجود بعض الأمراض الجلدية المنتشرة، أو أحيانا مشاكل القمل في الرأس أو مشاكل الجلدية مثل الجرب أو غيره في الجسم، هذا لا يستدعي أنه نستخدم بعض المواد الكيميائية للتنظيف أو التطهير اللي تستخدم للمواد العادية للأراضي أو الطاولات مثل الكلور أو ما شابه ذلك. أو بعض الناس يستخدمون مواد أقوى، بعض المواد تستخدم للتنظيف لإزالة البكتيريا عند الحيوانات، ونقوم نحن نستخدم هاي الأمور لأطفالنا. هذا الشيء يسبب ضرر، يسبب حساسية، يسبب مشاكل في أطفال أجت لعندنا على المشافي تشكي من حالات اختناق شديدة، بعضهم وضعوا على المنفس على الجهاز التنفس الصناعي. يا جماعة إذا طفلك أو أنت معاكم لا سمح الله جرب، أو طفلك أصيب بعدوى القمل من المدارس، هذا أمر ما هو الأمر الشنيع أو المخيف أو المخجل حتى ما تاخذه على الطبيب مشان يوصف له العلاج المناسب. روح الطبيب على المشفى تاخذ العلاج الطبي المناسب للبشر ولحالتك أو لحالة طفلك. بعض الأهل مع الأسف استخدموا لأطفالهم مواد كيميائية شديدة لو عسى إنه ينضف الجرب أو القمل منه، لكن هذا الشيء أدى لمضاعفات خطيرة عند الأطفال. حقيقة بعض الحالات استخدموا مواد للحيوانات مع الأسف. بنكون حريصين يا جماعة وندير بالنا ونزور الأطباء مشان هاي الأمور، وعليكم العافية في هذا الجو الماطر طبعا.